هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظم، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بدنيا. برنامج صحتك بدنيا برنامج طبي أسبوعي توعوي عم نستضيف فيه أطباء لنسلط الضوء على بعض الأمراض المعينة. ضيفتنا بهالحلقة هي دكتورة نرجس حصاف، اختصاصية بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها. وموضوعنا رح يكون طبعا هو موضوع اللي عم نعيشه هلا حاليا. نحن وانتو رح نرحب بالدكتورة نرجس. يسعد مساكي دكتورة. أهلا وسهلا فيك. متابعينا، موضوعنا طبعا الكل بيعرف موضوع فيروس كورونا أو كوفيد 19 الجائحة العالمية. رح نسلط الضوء اليوم عليها لحتى أكيد الكل بيعرف، صار عنده معلومات، ولكن لحتى نتعرف على هذا الفيروس أكثر، لحتى نعرف شو هي الأسباب، طرق العلاج، يا ترى كيف بيتم تشخيص أعراض هالمرض هذا، ومواضيع أخرى وعديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتورة نرجس. طبعا للي حابب يستفسر أو عنده أي سؤال 429 101 هذا رقمنا الأرضي. عبر الواتساب عبر رسالة فيكم تنضموا لنا 093 82 80 81 4. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي عبر الكومنت فيكم تبعتوا سؤال أو أي استفسار. الدكتورة طبعا إن شاء الله رح تكون بخدمتكم وتجاوب على أسئلتكم. بتمنى للي عم يتابعنا حاليا إذا بتشاركوا رابط البرنامج لحتى الكل يستفيد. هلا عم تسمعوا بوير اف ام على الموجة 103.5. دكتورة، الفيروس هذا اللي شكل حالة خوف بالنسبة للعالم كله، يا ترى شو هو هذا الفيروس؟ يا ترى هو فيروس مستجد أم كان هو موجود سابقا؟ لمحة عن هالفيروس هذا. هو الكورونا تعتبر عائلة، مو انه فيروس، عائلة من الفيروسات. هن حاليا 7 فيروسات، فكان معروف منهم 4 موجودين قبل يعني. بعدين اكتشف السارس كمان اجى كجائحة، بس ما كان بهالفظاعة اللي هلا مثلا الكورونا، الاجتياح الهائل اللي عم تجتاحهم. في كمان بعدين اجت جائحة تانية صارت بأكتر شيء بالخليج العربي. كمان يعني تحددت تقريبا، ما صار بهالانتشار الواسع. الكوفيد 19 هو من اسمه مبين 19 عام 2019 اكتشف. فهذا هو عنصر من عائلة الكورونا تماما. فمثل أي فيروس، إنه الفيروسات الإنفلونزا بشكل عام دائما هي في تطور دائم. فنتيجة الانشطارات الكتيرة إنه الفيروس بيتكاثر بشكل كبير وبسرعة. فدائما الانشطار يؤدي إلى طفرات. الطفرات هي تغير، تبدل بالمورثات تبع الفيروس يعني. الفيروس له مثلا سلسلة مورثات، فنتيجة الانشطار الدائم فبيصير اختلاف بأي جزء من هذا الRNA أو الدينا. فهون بيصير نوع جديد، بيكون صار نوع جديد من الفيروس بمواصفات جديدة، بفوعة جديدة، حتى بأعراض جديدة يعني. تمام. بهالحالة رح يكون معند معناتها هلا مو شرط، لا. هلا مثلا دائما الانفلونزا بشكل عام هي كانت مثلا موجودة، وكل سنة انت مثلا لما بتنصاب بفيروس الانفلونزا بيكون هذا الفيروس انت اول مرة بتصادفه بحياتك يعني. انت لما اي شخص بينصاب باي نوع من الانفلونزا بيكون تمنع من هذا النوع وما عاد ينصاب في مرة تانية. فدائما الانفلونزا كل سنة في انواع جديدة منها بينصابوا اشخاص في بهالانفلونزا الجديدة يعني. اللقاحات بتكون على انواع الانفلونزات القديمة تماما، بينما الجديد لسه ما كان. فبس مو ضروري يكون هذا عنيف يعني لهالدرجة. فحسب الطفرة اللي صار فيه وحسب التبدل اللي صار فيه، فانه صار اللي سوء حظنا صار الكورونا بهالعنف يعني. تماما. وسبب تسميته بالكورونا دكتورة هو هذا الفيروس شكله أو بيشبه التاج، ما بعرف إذا كان المعلومة هاي
إلى أي درجة هي صحيحة، ولكن مخبريا عم نحكي هلا حاليا. والله ما بعرف وين، وبعرف هي عائلة الكورونا، فهذا واحد آخر فرد منهم، آخر العائلة يعني. يا ترى الكثير من الناس هلا صار عندهم معلومات بسبب هالجائحة العالمية اللي طبعا أخذت صداها إعلاميا كثير، وكثير من الناس سواء عبر التواصل الاجتماعي أو عبر التلفزيون صار عندهم معلومات. يا ترى لنتعرف بشكل مفصل أكثر شو هي الطرق اللي عم تؤدي لانتشار هالمرض هذا، لانتقال هذا المرض أو طرق الانتقال، شو هن؟ هلا مثل أي إنفلونزا هو أهم انتشاره هو بالرذاذ. إيش هو الرذاذ؟ هو الشيء اللي عم يطلع من الفم أو الأنف نتيجة العطاس أو السعال. تماما. خلال السعال أو العطاس بيطلع رذاذات من اللعاب. هذا الرذاذ بينتشر على سطوح المواجهة أو على اليد أو على أي شيء يعني مقابلك، أو حتى بوجه الشخص المقابل يعني. فهذا يسبب العدوى. هلا هون الكورونا له خصوصية، الكوفيد له خصوصية إنه بيضل على الأسطح لمدة طويلة يعني. مثلا بيضل على الثياب، على الأواعي من 6 إلى 9 ساعات، بينما مثلا في أنواع قديمة من الفيروسات ما بضل 20 ثانية مثلا، بينما هاي 6 إلى 9 ساعات على الثياب يعني على الأواعي. بينما على الأسطح طبعا باختلاف السطح، من سطح لسطح بيختلف، مثلا بالخشب إلى البلاستيك للأمور الثانية. فحتى ممكن يضل على الأسطح، يعني مثلا على الطاولات، على مقابض الأبواب، على الكراسي، على أي شيء ممكن تلامسه أنت، مثلا المصاب لمسه مقود السيارة، أي شيء ممكن يضل 72 ساعة، 3 أيام. 3 أيام أي شخص يغلط ويلامس مثلا هالسطح بيجي على ايده. هلا في شغله انه مثلا اجى على لامس هالامر، لامس هالفيروس، الجلد مصمم يعني ما له مناعه، يعني ما بيخترق الجلد. بس الخطوره تكون انه مثلا اذا انت لامست مخاطيات، مثلا الفم، العين، الانف، وبيد ملوثه، فهون بكون اخذت العدوى. تماما. لا سمح الله. لا سمح الله أكيد. دكتورة، هلا مواطن أو مستمع عم يسأل إنه يا ترى شو الأعراض اللي راح تبين على الشخص المصاب لحتى ينعرف، سواء أنتم كأطباء أو كأي شخص عادي ممكن إنه نشك إنه هذا مريض مصاب بهذا الفيروس؟ هلا أول شيء بيبدأ مثل أي رشحة عادية، يعني بيبدأ بأعراض سعال خفيف، عطاس، ترفع حروري، صداع، بيبدأ مشابه لأي فيروس تاني. بس في دراسات إنه مثلا احتقان الفموي والأنفي بيكون أقل، كالنوع احتقان احمرار يعني بيكون أقل بالنسبة لنا كأطباء. فبيكون في ألم، بس إنه ما فيها الاحتقان، ما فيها الاحمرار الزايد. بس إنه هو كأعراض مشابه تماما للإنفلونزا العادي. بعدين إذا طبعا في نسبة هائلة من الناس، مثلا 90% تقريبا من المصابين بتمر الأمور يعني بسلاسة، بدون ما يحتاج لمشفى أو أي تدخل. يعني ممكن تمر الأمور بمسكنات وخافضات حرارة، يعني معالجات عرضية، مثل مضادات سعال، موسع قصبي أحيانا إذا في مشكلة. هاي ممكن يمروا 90%، ممكن هدول يمروا بسلامة. بدل عنا 10% هدول. هون 10% كمان بدون استشفاء، مشفى يعني. من ضمن هدول في نسبة كمان إنه بدها مثلا إماها، بدها معالجة وريدية، بدها مثلا يعني مساعدة على عمليات التنفس. بس في نسبة ممكن ما تتعدى 3% أو شيء، إنه هيك 3 أو 4% هدول مثلا ممكن يوصلوا لعناية مركزة. يعني إنه العناية المركزة ممكن لحتى تنفس اصطناعي، يعني منفسات، إنه هي تعطيه تلتغى عنه التنفس، فبيصير تنفس صناعي تام، يعني ما عنده تنفس. فهون تكمن الخطورة يعني. دكتورة، اللي فهمته من حديثك إنه هذا الفيروس بيستهدف سبل التنفس أكيد، يعني طرق التنفسية، سواء الحنجرة أو سبيل التنفس الأنف، أو بنهايته بيستقر بالرئة. يعني هذا اللي فهمت من حديثك يعني.
تماما. دكتورة، مين هن الأكثر عرضة أو الأكثر اللي يعني بدون ما نخوف أي حدا أو أي، ولكن الحديث لازم الجميع يعرف إنه مين هن الفئة العمرية الأكثر لازم يكونوا حرصا أو هن يكونوا أكثر ضررا؟ هلا ممكن ينصاب أي شخص، كل شخص ممكن ينصاب بأي عمر، بكل الفئات العمرية ممكن تنصاب. بس لحد هلا طبعا كل شيء عم نحكيه هو مجرد تجارب ودراسات، لسه شيء مؤكد ما في. فإنه الإصابات عند الأطفال اللي عمرهم 10 سنين تقريبا بتكون خفيفة الحمد لله، يعني بتكون خفيفة وبتمضى بشكل سليم يعني. كمان من أصل هدول في ناس تكون الإصابات بتكون مثلا حتى تحت سريرية، يعني إنه بتمضى حتى بلا أعراض، يعني ممكن سعال خفيف أو شوي ترفع حروري يوم يومين بيمشي الحال. المجموعات الخطر نسميها هن المسنين فوق 60 تقريبا، هدول يعتبروا مجموعات الخطر. أصحاب الأمراض المزمنة، خاصة الأمراض القلبية والضغط. في بعدين تجي أمراض السكري، مرض السكري، المصابين بمرض السكري عندهم كمان مجموعة خطر. بالإضافة إلى الأمراض المزمنة الثانية مثلا مرضى القصور الكلوي، المرضى المشاكل التنفسية مثلا اللي عنده COPD، اللي عنده هدول كمان يعتبرون من مجموعات الخطورة، يعني كل شيء عنده مشاكل بالتنفس أصلا وبيجي هذا العدو فبسوء الحالة. هدول إن الأكثر فرصة لينصابوا بهذا الفيروس. لأنه مو إصابة، هدول إنه الأعراض بتيجي عندهم أقوى، يعني هدول الاختلاط يكون أقوى عندهم. دكتورة، تو كأطباء كيف بتشخصوا هذا المرض سواء بشمال شرق سوريا أو عنا بسوريا، رغم هالظروف اللي نحن عم نمر فيها ربما ما عنا هالإمكانيات للي إنه نكشف أو نشخص المريض إنه هذا هو مصاب بفيروس كورونا؟ يا ترى أنتم بتعتمدوا على أمور مخبرية أو أمور سريرية؟ كيف بتشخصوا المريض؟ هلأ بالدرجة الأولى لما عم أقول لك إنه أول فترة هو يكون خلال أول 4 أيام بيتركز الفيروس بالحلق، يعني بالطرق التنفسية العلوية لساته، فبيكون لسه ما نزل يعني على الهجوم على الطرق التنفسية السفلية. خلال هالفترة يكون تشخيص يعني صعب، يعني ما تميزه عن غيره يعني. بس إنه تيجي تقول إنه والله بدي أعمل مسح للكامل كل واحد مصاب بهالأعراض تعمل له مسح، كمان معنا هالإمكانيات للأسف، يعني إنه نحن بتعرف وضعنا إنه محاصرين، فكل شيء بيجينا بالويل يعني. صح. فممكن إنه لو تجاوز هالمرحلة، مرحلة الطرق التنفسية العلوية، وصار عنده اختلاطات تنفسية، طرق تنفسية السفلية، الرئة، وصار عنده ذات رئة، وصار عنده ساءت الحالة، فهون مباشرة ممكن إنه نوقف عنده، يعني هذا إنه هذا لازم ينعرف إنه كورونا ولا لا. فالحمد لله هلا في عنا تشخيص مخبري متوفر هلا بروج آفا. ممكن إنه نبعت المريض أي مريض نشك فيه، نبعته للمركز وبينعمل له تشخيص PCR وينعرف إنه مصاب. طبعا بنسبة تقريبا تصل ل 85% يكون تشخيصه يعني. تماما. دكتورة، ذكرتي مركز، يا ترى في عنا مركز معين لفحص هالعينات هاي؟ هلا حاليا محددين مركز أم الفرسان. مركز أم الفرسان هو محددين فيه إنه موضوع الفحص المخبري يكون. تماما. إذن أي طبيب شك عند أي مريض ما، سواء عنده إنفلونزا عادية أو سواء شك بكورونا، فينهم يبعثوا العينة. أو ممكن إذا أي مريض يكون عنده علامات خطورة ولو ما وصل لهالمراحل، فممكن واحد كمان هذا يعمل له اختبار بشكل سريع مشان يلحقه يعني قبل ما يسوء وضعه يعني. دكتورة، وصلنا للتشخيص والمريض نعرف سواء لا سمح الله أنه هذا المريض صار مصاب. طبعا شو هي العلاج لهذا الفيروس؟ يا ترى في له علاج معين مثل أي نزلة برد، مثل أي جريب؟ يا ترى المرضى اللي عم يشفوا والأرقام اللي عم نشوفها على شبكات التواصل الاجتماعي بجميع دول العالم نسب جيدة جدا طبعا هي، وبالمقابل أيضا في هناك للأسف يعني وفيات. يا ترى هل الضغط هذا حابين هيك شوي نوضحه للمستمعين، في له علاج أو أنتم عم تتبعوا خطة علاج معينة يا ترى، أو عم يضل فقط بالحجر الصحي بالبيت؟ شو هي؟
هلا اول شيء انه قلنا انه اول 4 ايام بيكون لساته بالطرق التنفسيه العلويه. فسلفا اي شخص يعني كون الجائحه سائره يعني بكل البلدان تقريبا، فيفضل كل شخص يعتبر حاله مصاب حتى يثبت العكس تماما. وكل شخص يشوف اللي مقابله مصاب كمان حتى يتعامل بهالنفس التعامل. فكون انه نعتبر حالنا مثلا مصابين، فهون بدنا كون انه لسه اول شيء بدنا نعتبره انه لسه هذا بالطرق التنفسيه العلويه بالحلق يعني. فهون مثلا اول شيء انه ممكن شرب الماء بشكل دوري، اذا مثلا كل ربع ساعه كل نص ساعه اذا بتشرب الماء عادي ممكن كمان يساعد انه بابتلاع الفيروس. انه اول ما بيجي الفيروس بيتركز بمخاطيه الطرق التنفسيه العلويه او الفم يعني الحلق، فهون بيتركز بمواقع معينه، بيساوي حواليه انه خط دفاع، انه هو مخاط يعني تماما. مخاط كثيف كخط دفاع، وبيبدا انه يهاجم الخلايا اللي حواليه. فهون نحن مثلا بالماء ممكن انه نحل له شوي هذا المخاط خطه الدفاعي يعني. في كمان دراسات انه ممكن بالغراغر الفمويه اللي هي مثلا ماء ملح يعني غراغر مثلا صباحا ومساء. في اخصائي تغذيه الدكتور طارق رضا منزل يعني انه غرغره مؤلفه من لتر ماء، ملعقه ملح، ملعقه خل، ملعقه ليمون، وملعقة زيت حبة البركة، انه صباحا ومساء، انه هاي بتزيد قلوية، لانه الفيروس لما بيكون بالحلق بيزيد الحامض يعني بيزيد حموضة الفم لحتى يميع الخلايا اللي حواليه. فنحن بنعاكسه بهالشغلة يعني بنزيد قلوية الفم. لما نزيد قلوية الفم انه هاي الامور بتزيد قلوية الفم، بتعاكسوا بهاي الشغلة. فممكن خلال هالفترة 4 أيام ببساطة يكون تغلبنا عليه وبلا ما نحس يعني تماما. بالغراغر الفموية. طبعا هاي كمان تجارب ودراسات يعني واجتهادات. كمان مثلا ممكن نحسن المناعة عنا بشكل عام عنا وعن أطفالنا، كمان بالاعتماد على الخضار والفواكه أكتر شيء. كمان نفس المبدأ أنه بتزيد قلوية الجسم، أنه الخضار والفواكه بتزيد القلوية، فبتعكس أنه هو الحموضة بناسبه أكتر، فنحن بنزيد القلوية بنعكسه بهالأمر. هلأ إذا تجاوزنا هال4 أيام وهون تصير المشكلة عنده بالطرق التنفسية السفلية. هون بيصير مريض استشفاء يعني مريض مشفى، أو إذا حالة كتير بسيطة ممكن كمان أنه تمضى، بس مريض مشفى فبده هذا إماهة كاملة، وبده مشكلة يعني لسه في دواء حقيقي وفعال لسه ما اكتشف. فإنه دراسات مثلا الصين تعطينا تجاربها، إيطاليا ممكن بعد لنا تجاربها إنه الشيء اللي ممكن نستفيد منه. فهلا ممكن دواء الكلوروكين اللي كان مستعمل في معالجة الملاريا، هيدروكسي كلوروكين، كان مستعمل بمعالجة الملاريا. ممكن إنه هذا له فعالية بمواجهة الفيروس يعني. بجوز ما هو الأنتي تماما، بس إنه بيخفف الأعراض نوعا ما. زائد مثلا في أدوية تانية، أدوية مضادة للفيروس الفيروسي مثلا كمان بيستعملوها مع بعضهم، أو حتى ممكن الكلوروكين مع الأزيترو يعني. في خطات عمل يعني بتتعاملوا مع بشكل عام يعني خطة علاجية هجومية ربما تكون يعني، انه هاي الدراسات الموجوده هي تجارب يعني. فانه هلا ممكن انه الازيترو والكلوروكين المضادات الفيروس بتنعمل يعني بجرعات محدده، بالاضافه انه في اشخاص بدهم مساعدات تنفسية يعني أكيد هاي بالمرحلة كمان هدول ممكن الرزازات بشكل دوري. في عنا كمان أجهزة سيباب إنه هي ضخ أكسجين بشكل إيجابي يعني دفع. كمان ممكن تساعد الأشخاص قبل المنفسة يعني. بعدهم إذا لا سمح الله وصل لمرحلة المنفسة فهون بتصير مهمة العناية المركزة طبعا يعني. أكيد. دكتورة ذكرتي الخضار والفواكه، يا ترى من جملة الخضار والفواكه إذا طرقنا فرضا الفواكه الحمضيات مثلا يركزوا عليها الخضار
شو هي الأنواع مثلا معين خضروات معينة مثلا؟ هلا كل الخضار بشكل عام وكل الفواكه كمان بشكل عام. تماما. بس شوي انه الحمضيات صحيح هي حمضيات ونحن قلنا قلوية بس انه بتتحول لقلوية داخل الجسم. انه الحمضيات البرتقال والليمون وهالامور هاي شوي لها احسن يعني باعتبار فيها فيتامين سي كمان. تماما. الكيوي مثلا هدول فيهم فيتامين سي فهدول اكتر يعني تماما. ممكن يفيدوا. دكتورة اللي الليمون فهمته كتير له أكيد له فعالية. اللي فهمته من حديثك دكتورة أنه هذا الفيروس ما رح يكون له فعالية عن طريق الجهاز الهضمي، إذا هو بس عم يتركز بجهاز التنفس، عم يضر جهاز التنفس واستقراره بيضل بالرئة يعني. تماما. تفضلي دكتور. لا في له بيصيب الأجهزة الثانية طبعا كخط ثاني بعد الرئتين. ممكن حتى يصيب اعتلال العضلة القلبية وممكن يسبب فشل كلوي. تماما. إذا هدول هن الأعضاء اللي عم تتضرر منه. تماما. دكتورة لو نحكي شوي عن موضوع الحجر الصحي أو هالانعزال هذا اللي المطلوب يعني كمان عبر إذاعة بوير اف ام أيضا حابين كطبيبة مختصة بالأذن والأنف والحنجرة طبعا هاي يعني كمان تشمل المرض هذا بيشمل جهاز التنفس وسبيل التنفس طرق التنفس. موضوع الحجر الصحي لو تحكي لنا شوي عنه. هلا مثل ما قلنا هلا انه نحن منطقة محاصرة من كل النواحي يعني فكتير صعب انه يوصلنا اي شيء يعني انه من اجهزة من ادوية من يعني مو كل شيء بنريده بيكون عنا يعني. تماما. يعني وجدت يعني يمكن انت كمان بالسلك الصحي اجتنا مراحل ما كان متوفر يمكن ادوية مضادة فطور ما كان عنا فإنه شوي ناخذ بالاعتبار هالموضوع. فإذا دول بإمكانيات الصين وبإمكانيات إيطاليا وبإمكانيات فرنسا عم تستغيث فنحن شو وضعنا يعني أمام هيك مرض متفشي بشكل يعني سرعة انتشاره هائل. يعني هي الخطورة مو بنسبة الوفيات عنده. الخطورة نسبة الوفيات يمكن مو أكتر بكتير يعني من الإنفلونزا العادي مثلا. نعم. بس إنه الانتشار العنيف يعني هلا لو لا سمح الله إنه صار فينا هيك وانتشر بهالأسلوب يعني بهالطريقة ما عنا مؤهلات ما عنا إمكانيات لا من ناحية العناية لا من ناحية الكادر الطبي لا من ناحية المشافي ما عنا إمكانية نستوعب هذا العدد الهائل من المرضى يعني. فبس إنه هذا الحجر الصحي إنه مشان ما ينتشر المرض يعني شخص لحتى إنه هي حضانته مثلا 3 أيام لا 14 يوم فإنه خلال هالفترة لو التزم الشعب كله بموضوع الحجر الصحي وحافظ على موضوع مثلا الكمامات والنظافة الشخصية وغسل الإيد يعني يمكن صار هالموضوع متداول إنه غسل الإيد ل20 ثانية بعد كل ملامسة بعد كل شيء وابتعاد عن المصافحة وابتعاد يعني لو التزم بهالأمور فبيكون وفر على حاله وعلينا طبعا. يعني إنه الإصابة نحن خايفين من الانتشار السريع أكثر من إنه من نسبة الوفيات. تمام. الانتشار هائل بمثل يعني مثل النار عم يمشي يعني. تماما. فإنه لو كل واحد التزم بموضوع الحجر الصحي هون بيحمي حاله وبيحمي غيره وبيحمي إنه لو طلع رجع بيجيبوا لأولاده لأهله لأمه لأبوه. أكيد. وكمان في مجموعات الخطر يعني بجوز أنت ما يصيبك شيء بس إنسان لا سمح الله أمك في أبوك في المسنين تكون حامل لهالفيروس هذا وما راح يصيبك شيء تنقل هذا الفيروس يعني لأشخاص. ممكن هذا الفيروس يجي مع ثيابك يجي مع حذائك يجي مع أي شيء يعني مع المفاتيح مع الشعر ممكن يجي يعني وارد. نعم. دكتورة مدى خطورة هذا المرض هلا كان هذا أحد الأسئلة لكن ضمن حديثك يعني سلطت الضوء عليه أكيد رح نطرح السؤال الأخير طبعا كمان في أسئلة للمتابعين يا ترى شوية توصيات للمواطنين للمستمعين للي عم يسمعونا لمتابعين إذاعة بوير اف ام عبر هذا المنبر هذا وبإخصائية أنف وأذن وحنجرة. بتمنى الكل يتبع التعليمات والتوصيات اللي الدكتورة رح توصيكم إياها. رح نختم حلقتنا بهالكم توصية من عند الدكتورة. هلا أول شيء ممكن إنه
أهم شيء الالتزام بالحجر الصحي، هذا أهم خطوة يعني ممكن إنه تنقذ حالك وتنقذنا وتنقذ الآخرين منه. بعدين مثلا إذا كنت مضطر، مثلا في مهن مضطرين نطلع، يعني مثلا نحن المهن الصحية في التغذية فيها الأمور اللي بيطلعوا مضطرين يطلعوا يعني. فهذا لازم مثلا يكون حاطط الكمامة، لأنه قدر الإمكان يكون المسافة، يعني هي في دراسات بتقول لك متر، وفي دراسات بتقول لك مترين، تحافظ على بعد بينك وبين الشخص المقابل متر لمتر ونص، لو أكتر يكون أحسن يعني. الموضوع المصافحات، القبلات، هاي كتير مثلا الابتعاد عنها. غسل الإيد بشكل دوري كمان كتير مهم يعني، وغسل الإيد بشكل دقيق، مو إنه والله الثانيتين، أقل شيء 20 ثانية بشكل منتظم يعني. في مثلا لما تكون محل أو مكان في كتير مثلا روح وجية وهيك، الأسطح لازم تتعقم بشكل دوري يعني. هلا ممكن الأسطح ممكن تعقمها بأي معقم مثلا كحول أو شيء، وممكن يتعاقم بشيء موجود. هو يمكن هلا صار عنا استغلال للأسف إنه المعقمات غليت وهيك. الكلور ممكن تحط اللتر الماء فيه سنتيمين كلور وتعمله كبخاخ وتبخ فيه الأسطح. جيد. هذا بيقضي على الفيروس. وكمان مقابض الكراسي مثلا، هي اللي قدر الإمكان هدول الملامسات يعني. إيدك لو مانك متأكد من نظافتها ما تلامس وجهك يعني. ممكن أحيانا واحد بيغلط، بس قدر الإمكان لا تلامس إيدك، لا تلامس وجهك إذا إيدك مو متأكد من نظافتها يعني. وبعدين إذا شكيت بأي إصابة عندك فممكن تراجع أي مركز يعني، أقرب مركز إلك. وتحمي دائما مثل ما قلت لك أول شيء، إنه دائما اعتبر حالك كونه منطقة مبوئة، اعتبر حالك مصاب حتى يثبت العكس، واعتبر اللي مقابلك مصاب حتى يثبت العكس يعني. أكيد. فاحمي حالك واحمي غيرك كمان من هالأمور، والتزم بالحجر الصحي مشانك ومشاني. أكيد لتريح الجهات المسؤولة والجهات المعنية، وتحمي شخصك وتحمي عائلتك. لنشوف إذا في حدا عنده سؤال. طبعا الأخ نعمان برازي يعني تأخر على البث فات، والدكتورة شرحت عن موضوع الفيروس، وشرحت إنه كيف بينتقل، حتى أيضا سلط الضوء على الموضوع الاختبار. فيكن ترجعوا أو تراجعوا الحلقة بعد ما تنتهي الحلقة، فيكن تشوفوا الجواب. كانت ذكرت ببداية الحلقة أيضا سؤال الفئات العمرية، أيضا كمان حكت عنها الدكتورة، لأنه وقتنا هو مخصص للأسف. بنتشكركم كتير دكتورة نرجس حصاف، أخصائية بأمراض الأذن والأنف والحنجرة وجراحتها، لحضورك وإجابتك على أسئلتنا، ونتمنى الكل يضلوا بخير والسلامة. كلمة أخيرة عند الدكتورة ونختم حلقتنا. بشكركم كمان، إنه كمان أنتم بتعتبروا هلا إنه عم تغامروا بحياتكم مشان توصلوا المعلومة للناس، اللي إنه توصلوا صوتكم وصوتنا إلهم. فكتير بشكركم كمان على التضحية. شكرا كتير لكم دكتورة. بنهاية الحلقة بتشكر زملائي أيضا ريناس وهيلوز. معكم كنت نعيمات خلف من وراء الميكروفون. تضلوا بخير وسلامة. أيضا لحلقة جديدة تانية لثلاثة الجاي إن شاء الله. انطرونا بموضوع آخر. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة.